السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عايزين نعمل كده كيكة سبونش كده حلوة عشان نزوقها مع بعض. 6 بيضات كبار او 7 صغيرين، ونحطهم في بولة او في العجان لو عندك عجان، وعليهم 650 جرام دقيق سبونش شوكولاتة، عليهم نص كوباية مية ومعلقة صغيرة فانيليا سايلة جميلة، وعليهم معلقة كبيرة محسن جل. وكل دول يتضربوا مع بعض، لا إلا بالمضرب الكهربائي، لا إلا في العجان على أقصى سرعة زي ما انتم شايفين كده اهو. الحلة حبيبتي رشيتها بالمية كده معايا كده بالرشاش حبايب قلبي اللي انا مشغل حاطاه في المطبخ، يعني بنرش كده رشه ميه كده عشان نثبت فيها القعده والجناب نعليها، عشان ورق الزبده يعني يلزق في الميه، واحنا ايه بنصب الخليط يبقى بسهوله جدا جدا جدا. لو انت ما عندكيش ورق زبده وعايزه تقتصدي، ممكن ندهنها زيت ورشه دقيق نبدرها زي ما بنعمل صواني الكيك عادي خالص. وعملته معاكم كذا مره في القناه حبايب قلبي بالطريقه دي. تمام. زي ما انتم شايفين الخليط بسم الله ما شاء الله 7 دقايق كده، ولا 10 دقايق بالمضرب الكهربائي لو ما كانش يعني العجان. كل ده هنفضيه هنا ونلمه كله بالاسباتولا يا حبايب قلبي، ونفضيه في الحله هنا اهو عشان ما اطولش عليكم. كل ده هنزله زي ما انتم شايفين كده، وافضيه في الحله واخبطها خبطتين كده على الرخامه او في الارض يا جماعه، عشان ما تكسريش الرخامه وتقولي ايه ام مالك قالت. يعني خبطتين كده حلوين بحيث ان انت تساويها كده من على الوش كده بالاسباتولا، وتساويهم كده في الحله وتبقى متساويه. تمام. طيب ونحطها على درجه حراره ايه؟ الفرن تبقى درجه حراره 180 على الرف الوسط. شايفين القوام بتاعها ازاي؟ حبيت اوريكم القوام بتاعها حبايب قلبي. زي ما قلنا الرف الوسط، الشبكه تبقى في الرف الوسط على درجه حراره 180، يكون سخن مسبقا كده، يبقى مسخنينه قبلها ب10 دقايق ولا حاجه، اللي هو ال10 دقايق اللي احنا هنعجنه فيه في العجان يعني. قبل ما نحط المقادير ونشتغل في العجان يكون 10 دقايق خلصوا، يكون هو الفرن سخنت، ونحطها على الرف الوسط على درجة 180. هنعملها معاملة الكيكة لما تستوي كده بعد تقريبا 55 دقيقة. هبتدي اختبرها بالخلة. بصوا حطيتها وسويتها وخبطتها خبطتين كده عشان اي هوا اي حاجة تطلع. تمام. 50 55 نتابعها يا حبايب قلبي. واول ما نحط فيها خله او شيش طاووق او سكينه او اي حاجه نخرمها كده زي ما انتم شايفين. اختبرتها اهو، تعالى نختبرها معاكم كمان مره. بصوا طالما العصايه بتاعت الشيش طاووق دي تطلع ناشفه ومفيش اي ماده ولا اي خليط ولا اي حاجه، يبقى كده استوت. هسيبها كده واغطيها كده. انا كنت عاملاها بالليل، هغطيها الصبح عشان اقطعها واشتغل فيها. طلعتها زي ما انتم شايفين. بصوا الحله نضيفه زي ما هي، ما فيهاش اي حاجه، لان احنا كنا حاطين ورق الزبده بسم الله ما شاء الله. هيطلع بسهوله. هنقشر طبعا الوش ده كله. تمام. لان ده بيبقى فيه زفاره البيض واحنا ما بنستخدموش مش بنعوزه في الوصفات بتاعتنا. طبعا هنقطعها لو انت عندك بقى سكينه طويله او سكينه منشار او سكينه مشرشره وبتعرفي تقطعيها تمام. ما عندكيش وحابه تقطعيها بطريقه سهله وبسيطه، يبقى المنشار يا حبايب قلبي اللي انا هوريه لكم دلوقتي. المنشار ده صراحه نعمه واختراع يا كوتش زي ما بيقولوا فعلا. بتقدري تقطعي بيه، تظبطي المقاس اللي انت عايزاه على 8 او 9. انا صراحه بعمله على مقاس 9 في اغلبيه الوقت. اهو 9. وبقطع بيه. هقطع بيه 4 رقات، 3 هشتغل بيهم في التورتيه حبيبة قلبي، والرابع دوت هعمل بيه كبات. بس طبعا بعد ما بقى اشيل ايه وش اللي زفرت البيض من على الوش كده بالسكينة. بصوا اول طبقة القاعدة اهي هعملهم. لما بعمل هو دقيق الفانيليا، بيطلع 4 طوابق بقى بس عاليين وحلوين اكتر من الشوكولاته. عشان كده تلاحظوا انا بحط في الكريم دقيق الفانيليا. دقيق الفانيليا بحط له 500 جرام، يعني نص كيلو دقيق فانيليا. لكن اللي هو الدقيق الشوكولاته بحط له 650 جرام، على نفس بقيه المقادير يعني اللي بحطها اللي هو الايه الكيكه الفانيليا. تمام. شايفين الديسك كده ماسك نفسه وكبير وحلو وعالي، مقاس 9 ده كويس. عملت بيه احلى تورتايه زي ما انتم شايفين. هنزل لكم الفيديو بتاع التورتايه لوحده، لان طبعا الفيديو لقيته طويل جدا، فحبيت ان انا ايه
اعمله فيديوهين منفصلين عن بعض. طبعا كل دوت يا حبايب قلبي ب 650 جرام، يعني يعتبر بنص كيلو دقيق شوكولاته. دي سبونش الجاهز، عملت بيها تورته الاوريو الاصليه الجميله الحلوه دي، مقاس 26. بسم الله ما شاء الله. يا رب لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتابعوني يا حبايب قلبي. الفيديو اللي جاي باذن الله هنزل لكم بقى التورتايه، وحبيت اعمله منفصل عشان اللي حابب يعمل الكيكه